تحب تبقى مليونير في سنتين؟ لا ما تقلقش، مش جاي اكلمك كلام تنمية بشرية. في واحد فعلا فقد شغله، خسر فلوسه، اتهزم قدام كل الناس حرفيا، وبعدها بسنتين بس بقى مليونير. تخيل ان اللي فرق معاه ما كانش الحظ ولا الظروف ولا حتى الناس اللي حواليه. اللي فرق معاه بجد كانت حاجة واحدة بس: قرر انه يتحمل مسؤولية حياته بالكامل. مش يمكن تكون اكبر معركة في حياتك مش مع العالم اصلا، لكن مع نفسك. عايزك بقى تربط لي حزامك، علشان النهارده هنبدأ رحلتنا مع العادات السبع للناس الأكثر فاعلية. ده مش كتاب عن شوية نصائح حلوة، مش واحد جاي يقول لك نام بدري وكن إيجابيا وبتاع. دي خلاصة 20 سنة من البحث والخبرة العملية، وده اللي خلاه واحد من أهم كتب تطوير الذات في العالم. كتاب بيعلمك تزرع جواك جذور جديدة، جذور تبني بيها حياة مختلفة تماما. لو فعلا عايز تعيش الحياة اللي بتحلم بيها، خليني اصدمك واقول لك ان مفيش طريق مختصر، مفيش حلول سحرية، مفيش نجاح بالطاقة. في بس قرار جريء: انا المسؤول عن حياتي. والنهاردة هنعرف ليه الجملة دي ممكن تكون اخطر قرار في حياتك كلها. يلا بينا على اول عادة: كن مبادرا.